في كل مرة بتشيل فيها دمبل أو بتعمل تمرين معين في الجيم، جسمك بينفذ سلسلة من الخطوات في أجزاء من الثانية. السلسلة دي بيشارك فيها 3 أجهزة مختلفين، وكل واحد ليه دور محدد، ولو دور واحد منهم اختفى الحركة مش هتتم. والأجهزة دي هما الجهاز العصبي والجهاز العضلي والجهاز الهيكلي. أول حاجة الحركة بتبدأ من المخ. لما تقرر إنك ترفع الوزن، المخ بيبعت إشارات عصبية من خلال الجهاز العصبي، والإشارة دي بتمشي في الأعصاب لحد ما توصل للعضلة المطلوبة. تاني خطوة العضلة لما بتستقبل الإشارة العصبية بتبدأ تقوم بوظيفتها الأساسية، وهي الانقباض أو إنتاج القوة. وخلي بالك من نقطة مهمة، إن العضلة وظيفتها الأساسية هي السحب مش الدفع. يعني في تمرين الشيست بريس، مش احنا اتفقنا ان عضله الشيست ماسكه في عظمه الاسترنم اللي هي القص، ووظيفه الشيست هي الدفع. ولكن لو جيت بصيت هتلاقي ان الحركه وهي بتتم العضلات بتسحب عظمه العضد على عظمه القص، فبالتالي وظيفه العضلات هي السحب، وان كان التمرين ده تمرين دفع. ثالث خطوه هي العضله اصلا بتشد ايه بالظبط. فاكر لما قلنا ان العضله متصله بالعظمه عن طريق الوتر؟ فاول ما العضله بتنقبض بتشد العظمه اللي هي مرتبطه بيها، فهنا تبدا العظمه تتحرك. وهنا بقى يجي دور الجهاز الهيكلي. العضلات بتشتغل كروافع او ليفرز، والمفاصل بتشتغل كمحور للحركه او فالكرم. وبتعاون الجهاز العصبي مع العضلي والهيكلي تقدر في النهايه تحرك الوزن او اي مقاومه. لو حاسس ان الكلام ده صعب تعال نوضح بالرسم، الرسم هيفسر لك كل حاجه. احنا هنا عندنا الرافعه اللي هي العظمه، وعندنا المفصل اللي هو محور الحركه او الفالكرم، والوزن ده عايز يقع لتحت بالشكل ده في اتجاه الجاذبيه، والعضله بتاعتك شغاله بشكل معاكس انها تنتج قوه عشان خاطر ترفع الوزن ده لفوق. فهنا العضله بتنتج قوه عشان خاطر تسحب الوزن، وده محور الحركه بتاعك، ودي الرافعه اللي هي العظمه، وهنا المقاومه اللي هو الوزن اللي عايز يقع لتحت. فالعظمه هنا بتعمل دور الرافعه. فاكر اللعبه اللي كنت بتلعبها وانت صغير اللي هي كانت بتبقى زي دراع كده، وانت قاعد هنا وشخص تاني قاعد هنا، وانت بتزق نفسك فتروح نازل لتحت وهو بيروح طالع، والعكس صحيح، هو يزق نفسه ينزل لتحت وانت تروح طالع، فالدراع ده اسمه الرافعه. يبقى احنا اتفقنا ان اي حركه انت بتعملها في جسمك مهما كانت بسيطه هي نتيجه تعاون بين النيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي، والماسكولار سيستم اللي هو الجهاز العضلي، والسكيلتال سيستم اللي هو الجهاز الهيكلي، عن طريق ان المخ بيرسل اشارات عصبيه للعضله، فالعضله بتنقبض وبتحرك العظم والمفاصل، فبالتالي يحصل الحركه. وده هيكون الاساس اللي هنبني عليه كل اللي جاي. ولما نوصل لجزء البايوميكانكس هتفهم بالظبط ازاي العظم بيشتغل كروافع، وازاي المفاصل بتحدد شكل واتجاه الحركه.